قناتكم للطبخ والجمال. وإلا كنتوا اول مره كتشوفوني او كتشوفوا القناه ما تنساوش الاشتراك بالضغط على المربع الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم ان شاء الله كل ما هو جديد. اليوم غنشوفوا كيفيه تحضير الفقاص المغربي البلدي بطريقه سهله وبسيطه، والاهم انها ناجحه 100%. فنمشيو نشوفوا المكونات وكيفيه التحضير. لتحضير الفقاص البلدي المغربي غادي نحتاجوا للعناصر الاتيه. عندي هنا 6 ديال البيضات، يعني في هذه الزلافه هذه هي اللي عبرت فيها البيض والسكر والزيت، يعني هاد العناصر بثلاثه كيكون عندهم تقريبا نفس الوزن. كيف ما قلت هنا 6 البيضات، 250 غرام ديال السكر الخشن، 250 غرام زيت المائده، كيس من الخميره الكيماويه ما يعادل 8 ديال الغرامات، 80 غرام من السمسم محمص منقي يعني ومحمص في الفرن يعني غير واحد شويه، 80 غرام من الزبيب اللي مغسول بشكل جيد ومنقوع لمده ديال ساعتين في الماء، ضفت له معلقه من ماء الزهر. كذلك ومثال بالنسبه للوز، عندي هنا 150 غرام ديال اللوز منقوع لمده ديال ساعتين في الماء وضفت له معلقه كبيره من ماء الزهر، ومن بعد يعني صفيته من الماء باش يسهل عليا التقطاع ديالو داخل يعني الفقاص باش ما يهرسناش الفقاص. عندي هنا نصف ملعقه صغيره من الملح. وبالنسبه للنسمه انا عندي هنا يعني النافع مطحون. كاين الناس اللي كيبغيوه يبقى صاين يعني يبقى محافظ على الشكل ديالو، انا ما كيعجبنيش بحال هكا فكنديرو مطحون. عندي هنا معلقه صغيره يعني هو اليانسون على ما كنعتقد. كيف ما قلت اللي بغاه يديروا صاين يديروا صاين. بالنسبه للطحين عندي هنا كيلو و100 غرام، يعني ما كيهزش ليا فقاص غالبا كيهز ليا كيلو، فدائما على حسب الطحين انا كندير دائما كيلو شي حاجه يعني كيلو 100 غرام. ونشوفوا ان شاء الله شحال غيهز لينا ديال الدقيق. فنمشيو مباشره نشوفوا كيفيه التحضير. بالنسبه للطريقه ديال التحضير فكناخذوا اناء، يعني انا من الافضل يعني كنستعمل الكسعه كتجيني عمليه هكا في تحضير الحلويات المغربيه. غادي نضيف الزيت هو الاول، ونضيف له السكر الخشن يعني السكر سنيده، ونضيف البيض ونخلط هاد العناصر بشكل جيد حتى ينسجموا مع بعضهم. هنا كيف ما كتشوفوا يعني العناصر بثلاثه انسجمت بشكل جيد. فغادي نضيف داك الجنجلان بحال هكا، ولا السمسم، الزبيب ولا العنب المجفف، داك القبصه د الملحه، النافع ولا اليانسون، اللوز، ونخلط هاد العناصر مع بعضها. هنا يعني العناصر هي تخلطت مع بعضها. غادي نبدا نضيف دابا الدقيق شيئا فشيء. غادي نبدا غير بالتدريج يعني بشويه بشويه في بادئ الامر. غادي نضيف داك الكيس ديال الخميره الكيماويه ونبدا نخلط. يعني كنبقى نضيف الدقيق بالتدريج حتى نحصل على واحد العجين اللي هو متماسك. هنا كيف ما كتشوفوا العجينه هي تجمعات لي، يعني هذا هو القوام ديالها، يعني ما قاصحاش وما خفيفاش، يعني القوام ديالها مزيان. فغادي نغسل يدي ونوضعها فوق سطح العمل ونعاودوا نتلاقاو. هنا كيف ما كتشوفوا يعني خديت العجينه ديالي. بالنسبه للدقيق يعني اللي خدات العجينه تقريبا كيلو و50 غرام
يعني هذا هو الدقيق المتبقى، يعني تقريبا 50 غرام اللي بقى هنا. ودائما على حسب الدقيق شحال كيتشرب. فغادي نقسم بحال هكا. على حسب انا القضبان ديالي ديال الفقاص، يعني قداش انا بغيتهم. وغادي نشكل هكا قضبان اولا عصيات اولا حريبلات على حسب كل واحد شنو كيسميهم بحال هكا. هنا كيف ما كتشوفوا انا وضعته في الصفيحه اللي غادي تدخل الفرن. فخفقت هنا صفر ديال البيضه، يعني خليت معاه واحد شويه ديال الابيض، يعني كنخلي الاغلبيه غير الصفر، ودرت قطرات ديال الخل وشويه ديال القهوه سريعه الذوبان بحال هكا. وغادي ندهن هكا العصيات ديالي اولا القضبان اولا حريبلات، غادي ندهنهم بهذا المزيج. غادي ناخذ هكا شوكه ونزوقهم، يعني كل واحد وطريقته، خطوط بحال هكا. الجهه الاخرى كذلك ومثال، كتعطينا واحد الزوقه اللي هي جميله. فكيف ما قلت يعني بعد ما دهنتهم غادي ندخلهم الفران، نخليهم يعني تقريبا 15 حتى 20 دقيقه يبان لنا انهم تحمروا، ونخرجوهم باش نشوفوا التتمه ديال الوصفه. هنا كيف ما كتشوفوا خرجتهم من الفران، يعني تحمروا واحد شويه. فكنخشيو السكين في ديك الشقيقه ونشوفوا الا خرج لنا السكين جاف، يعني راه طاب حتى من الداخل باش ما يجيناش عجينه من الداخل. فمباشره وضعته في اناء وغلفته بالبلاستيك الغذائي كيف ما كتشوفوا، يعني داك الصهد كامل راجع عليه. هاد الطريقه هذه كتخلينا يعني بسرعه كيرطب، تقريبا يعني في ساعه حتى لساعتين كيولي رطب، وكنتحكموا فيه يعني كنقطعوه بطريقه اللي هي سهله وما كيتهرش. فهنا يعني الجزء الاول، الجزء الاخر باقي عندي في الفران حتى يخرج، عاد نضيفوا له وان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي نقطعوه. هنا كيف ما كتشوفوا الفقاص ديالي انا هنا قطعته، انا خليته يعني تقريبا ساعه ما كاملاش، لان الطريقه اللي وريتكم كتخليه يعرق ويتقطع معنا بواحد السهوله اللي هي كبيره. فكناخذ السكين يكون يعني حاد، يعني يكون ماضي، اولا السكين هكا اللي كيكون فيه المنشار ممتاز كيقطع لنا الفقاص بواحد الشكل اللي هو سهل. وكنبدا نقطع بحال هكا، كنحيد هذاك الجزء الاول بحال هكا، تنحمروا مع الاجزاء الاخرى، وكنبدا بحال هكا. يعني هاد السكين هذا ديال المنشار كيخلينا نقطعوا الفقاص بواحد الشكل اللي هو مضبوط، اولا كان السكين عادي، غير المهم يكون حاد يعني يكون ماضي بحال هكا. نستمر يعني حتى نكمل. بزاف النساء طلبوا مني فقاص يكون ناجح وسهل، فهذه هي الطريقه التقليديه والاصليه، يعني ما جبت شي حاجه اللي هي جديده، طريقه قديمه ديال الفقاص المغربي. كيف ما كتشوفوا يعني ها هو الفقاص ديالنا تقطع، ما كاينش المشكل، يعني حتى شي حاجه ما تفرتات، ها هو مضبوط ممتاز. فغادي يعني نستف هذا الفقاص ديالي في الصفيحه، وغادي نسخن الفران ديالي على 180 درجه ونحمروا على حسب الرغبه. كاين الناس اللي كيبغيوه محمر بزاف، كاين الناس اللي كيبغيوه غير واحد شويه، على حسب كل واحد اكيد والذوق ديالو. ونعاودوا نتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي. بالنسبه للشكل النهائي ديال الفقاص ديالنا من بعد ما خرجته من الفران، فكيف ما كتشوفوا كيجي رائع في الشكل ديالو، يعني ما كاينش فيه شي حاجه اللي هي مهرسه، ناجح 100%. كنتمنى اكيد تجربوا هذه الوصفه، يعني وللعلم فهي الوصفه الاصليه ديال الفقاص، يعني الفقاص المغربي التقليدي البلدي المسوس، يعني هذه هي الطريقه الاصليه ديالو، كيجي لذيذ بزاف، الشكل ديالو ممتاز. كنتمنى كيف ما قلت تجربوا هذه الوصفه لانها فعلا ناجحه ورائعه بزاف. فإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم بحال ديما ما تبخلوش عليا بجيم او لايك، وشكرا جزيلا على حسن تتبعكم، والى فيديوهات قادمه ان شاء الله.